في التاريخ في حيطان اتبنت عشان تحمي، وفي حيطان اتبنت عشان تخوف، وفي حيطان اتبنت عشان تفضل واقفة للأبد، وده غالبا أطول نقطة في كتب التاريخ. جدار برلين 1961. الجدار ما اتبناش فجأة، ده اتبنى بعد ما النظام قال احنا كده مش لاقيين شعب. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية واللي جرهم فيها هتلر، وبعد هزيمة ساحقة انقسمت جزئين، جزء شرقي اشتراكي فقير وجزء غربي رأسمالي غني. هروب جماعي يا صديقي من الشرق للغرب. أكتر من 3 مليون ألماني هربوا قبل 1961. أغلبهم كانوا أطباء، مهندسين، عقول شغالة، يعني البلد كانت بتفضى، مش سياحة، نزيف عقول. البلد بتصرف على تعليمك وبعد كده تلاقيك بتشتغل عند الجيران، فقالوا لا نحبسك أحسن. يعني تخيل دولة عندها شعب، الشعب عاوز يمشي، الحل نقفل عليهم بالخرسانة ونقول لهم ده حب مش سجن. زي واحد بيقول لك انا مش بحبسك، انا بس بقفل عليك الاوضه بالمفتاح وبحرسك وبحط لك قناص على الباب. الشرق فقر، كان في نقص سلع، كان في طوابير. في الغرب كان اقتصاد حر، مستوى معيشه اعلى، تلفزيون يجيب الصوره اوضح من اي منشور حزبي، الدعايه بتقول احنا احسن، والناس بتبص من الشباك تقول لا دول عندهم موز. المنطق كان بسيط، لو الاشتراكيه جميله قوي ليه الناس عاوزه تهرب منها؟ فكان الرد الرسمي مش بيهربوا، دول بيتمرنوا على الجري لمسافات طويلة. الهروب يساوي اعتراف غير مباشر ان النظام مش مقنع، والنظام الشمولي ما بيحبش الاعتراف. بدل ما يصلح المشكلة، ما نقدرش نغير السيستم، يبقى نغير حركة المواطن. الجدار كان ابراج مراقبة، اسلاك شائكة، قناصة، كل ده مش عشان العدو، كل ده عشان المواطن. يعني الدولة كانت بتقول احنا واثقين في نفسنا بس مش للدرجة اللي نسيبك تمشي. سنة 1989 الجدار ما وقعش فجأة، الجدار انهار لما النظام نفسه تعب من التمثيل. الغريب بقى ان جدار برلين وقع بس فكرته لسه عايشة. دلوقتي بقى مش دايما حيطان خرسانة، احيانا قوانين، اعلام، تخويف، او جدار وهمي اسمه مفيش بديل. يعني يقول لك ايوه الوضع وحش بس بره اسوأ وانت اصلا مش قد الحرية. سنة 1989 مسؤول حكومي ألماني طالع في مؤتمر صحفي بيقرأ قرار فتح الحدود، صحفي بيسأله التنفيذ امتى؟ المسؤول اتلخبط، راح قايل فورا. اظن الشعب سمع كلمة فورا قال تمام احنا نروح نشوف، وراحوا. والحراس وقفوا هناك، ما عندهمش اوامر، ما عندهمش نية يضربوا، وما عندهمش استعداد يبقوا اخر ناس تموت عشان حيطة. فالحيطة وقعت بالكسوف قبل ما تقع بالمطرقة. مظاهرات سلمية، احتجاجات، ناس بقت تقول بصوت عالي احنا مش اعداء، احنا الشعب. الجدار معمول يخوف، بس لما اللي وراه ما بقاش خايف الخرسانة بتبقى ديكور. الاقتصاد الشرقي ما قدرش ينافس، الديون زادت، الدولة مش قادرة توفر الأساسيات. الدولة اللي ما تعرفش تأكل شعبها صعب تقنعه إنها تحميه. الاتحاد السوفيتي قال مش هتدخل بالقوة زي زمان، يعني مفيش دبابات، مفيش دعم دموي. أول مرة الحارس الكبير يقول حلوا مشاكلكم لوحدكم. أكتر حاجة مضحكة في جدار برلين إنه وقع والنظام اللي زيه فضلت واقفة بتقول احنا مختلفين. ده كان جدار وحش، مع ان هي نفس العقلية، نفس الخوف من الشعب، نفس الجملة الخالدة احنا عارفين مصلحتك اكتر منك. جدار برلين ما كانش مجرد خرسانة، فكرة ان المواطن خطر، الحرية تهديد، والسؤال جريمة. والتاريخ بيقول لنا اي نظام يخاف من شعبه بيبني حيطان، واي حيطان مصيرها تقع حتى لو بعد حين. جدار برلين وقع مش لأن الغرب كسب ولا الشرق خسر، لأن الحيطان دايما أضعف من شعب قرر إنه يعدي. المشكلة بس إن في ناس لسه بتصلح في الحيطان بدل ما تسأل نفسها هو ليه الناس عايزة تهرب أصلا. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة، أشوفكم الحلقة الجاية.